كابتن سيد، احنا بنتكلم على فتوح تحديدا، وفتوح جاي من بعيد جدا، واصابه كانت لحمدي. فتوح امبارح بتشوف ازاي، بتقيم اداؤه ازاي وفيما هو قادم كمان؟ احنا عندنا ماتش تقيل قوي قوي قدام السنغال يعني. بس فتوح من الماتشات الحلوه اللي زي ما اتكلم الكابتن طارق، هي عوده كبيره بالنسبه له. بس انا شخصيا انا اتمنى حاجه بقى كبيره بالنسبه لفتوح. اخد المباراه دي بدايه بالنسبه لي. انا مش عايز اشوف فتوح كل 4 سنين. ما اشوفوش في كاس الامم مع كروش واجي اشوفه في كاس الامم مع كابتن حسام حسن. صح. ربنا بيديله فرص كتيره جدا. لو سمحت استغل الفرص دي وحافظ على النعمه دي. افضل يعني عندك بعد 6 شهور او 5 شهور كاس عالم. لازم تبقى موجود، انت الوحيد اللي موجود. يعني محمد حمدي اتعور، عنده رباط صليبي، مش هيلحق البطوله، انت الوحيد اللي ضامن مكانك ان انت تبقى موجود في كاس العالم. فلازم تكون انت من نجوم الفرقه. لا، المكان ده بتاعك. فانا امنيه حياتي بالنسبه للفتوح ان انت تستغل الفرص. انت عمال ضيعت من حياتك حوالي 4 5 سنين مش محسوبه. كابتن طارق بيقول لك هو اختفى الاربع 5 سنين دول. فعودتك دي لازم يبقى المباراه دي بدايه بالنسبه لك، ابقى حاسس بالنعمه اللي ربنا ادهاني وبالموهبه اللي ربنا ادهاني. دي نصيحه غاليه يا ريت يسمعها. لازم احافظ عليها. ابراهيم، الفرص مش هتتكرر تاني. ربنا ادالك كتير عشان العمر بيجري، خلي بالك. وانت عمرك في الكوره هيبقى قد ايه يعني؟ انت عندك في الكوره كام 4 5 سنين يعني. بس وهنتكلم بامانه. محمد حمدي لو سليم فتوح ما كانش هينزل الملعب. صح. فربنا ادالك فرصه تانيه، لازم الفرصه التانيه دي تحافظ عليها وتأدي وتحافظ على النعمه اللي انت فيها. والنقطه التانيه لازم تشكر حسام حسن ان هو وثق فيك، ان هو جابك انت قبل البطوله. ممكن فتوح ما يبقاش لعيب في منتخب مصر في بطوله كاس الامم. كان ممكن الكابتن حسام لو لقى باك ليفت تاني. بصراحه حسام حسن افضل على لعيبه كتير في الملعب. كابتن حسام ليه فضل كبير جدا على فتوح، فلازم تحافظ على النقطه دي. وامام والشناوي تحديدا وحسام عبد المجيد، يعني في مجموعه لعيبه انا احس انه لولا اصرار حسام حسن عليهم ما كانوش هيبقوا موجودين. وهم طلعوا رجاله، وهم بامانه ردوا الجميل للكابتن حسام جوه الملعب. فدي نقطه مهمه. لا، فتوح لعيب كبير، عنده امكانيات كبيره جدا. ارجع بمباراه المغرب في كاس الامم مع كروش، بيلعب على حكيمي، واحد من احسن اللعيبه في العالم في الحته دي، وبيقفل وبيهاجم وبيدافع وبيعمل كل حاجه. فده الطبيعي بتاعك، فما تخسرش الحته دي. يعني لازم تفضل في المستوى ده طول الوقت. ما ينفعش العب بطوله واغيب بعدها 2 3 سنين. لازم احافظ على النعمه دي.